إذا كرهت شخصا فأنت تكره شيء فيه، هو جزء من نفسك. ما ليس جزء من أنفسنا لا يزعجنا، طالما هرب الإنسان إلى كراهية الآخر لكي يتحرر من كراهية نفسه. سنة 1862 وتحديدا في مدينة ليستر اتولد جوزيف ميريك. جوزيف اللي اتولد كطفل ذكي جدا وطبيعي، ما كانش يعرف ان بعد كام سنة هيتعرض لمشكلة هي هتكون السبب في انه يتسمى الرجل الفيل او ما يدعى باسم إليفانت مان. نطوقات غريبة بدأت تظهر في راسه، صعوبات في التنفس لدرجة انه ما كانش بيقدر ينام غير وهو قاعد عشان ما يجيلوش حالة اختناق. وطبعا مع بداية تضخم الجمجمة الموضوع تحول لتشوهات، وبعد فترة بدأت التكتلات تزيد وتظهر اكتر تحت جلده. ميريك للأسف كان ضحية شائعات وأكاذيب كتير جدا، منها إنه كان هجين ما بين البشر وبين الفيلة، وطبعا كانت أصعب إشاعة فيهم إن أمه مارست الخطيئة مع. ولكن والدة ميريك فسرت له مرضه بان ده حصل اثناء ما كانت بتحضر احد عروض السيرك انتابتها حاله خوف، وكانت في اثناء حملها بسبب هجوم فيل عليها بعد وفاه والدته وتخلي والده عنه. حاول ميريك انه يعيش وسط المجتمع بشكل طبيعي، لكن للاسف المجتمع ما سمحلوش انه يعيش بالشكل ده، اضطر ان هو يوضع في ملجأ، وكان ساعتها عنده 17 سنه، وبسبب المعامله السيئه جدا اللي كان بيتعاملها جوه الملجأ للاسف اضطر ان هو يهرب. لان ميريك ما كانش بيتم التعامل معاه انه بني ادم اصلا، اضطر انه ينضم للسيرك. عرضه عباره عن ناس عندها تشوهات خلقيه وجسديه في اجسامهم ووشوشهم، وبالتالي بقى ميريك فقره زي اي فقره في السيرك. تعالوا اتفرجوا على الرجل الفيل، المسخ اللي مش من البشر. وبقى معروف عن ميريك انه ابن الخطيئه اللي ارتكبتها والدته، وانه فعلا ابن فيل. لكن مع السنين نقدر نفهم دلوقتي ايه اللي كان موجود فعلا عند ميريك. وعلى فكره بقى، ميريك ما كانش ابن خطيئه زي ما كانوا بيقولوا، لكن ميريك كان مصاب باضطراب بروتيوس او ما يعرف باسم مرض فيدمان، وهو اضطراب نادر الحدوث جدا، وهو مرض جيني بيصيب الشخص في مناطق مختلفه من الجسم زي النخاع الشوكي وزي العظام، وده بيحصل نتيجه تغير في جين AKT1، وهو الجين المسؤول عن تنظيم النمو داخل الجسم. وبتظهر الاعراض ديت حسب نسبه وجود الجين داخل الشخص المصاب، او على حسب استعداد الجسم اصلا لاستقباله. واللي اكتشف ده الدكتور فريدريك تريفيس، الطبيب والجراح المشهور، واللي كان نقطه تحول حقيقيه في حياه ميريك. جوزيف حياته اتحسنت، وكأن دخول المستشفى كان بداية حياة جديدة ليه ولظهور شخصيته، وبقت الناس تجيله من كل أنحاء إنجلترا عشان تشوف اللي جواه. راجل مثقف وذكي وقارئ جيد جدا للأدب والشعر. لكن في ابريل سنة 1980 لقوا جثة ميريك بعد ما مات مخنوق بعد ما نام على ظهره. الوفاة اللي فيه كتير جدا قالوا إنه للأسف تعمدها عشان ينتحر. ميريك ما كانش الشخص القبيح في الحكايه دي، يمكن كان المرايه اللي الناس شافت فيها شكلها. ده غير ان القصه اتحولت طبعا لفيلم سنه 1980 لديفيد لينش تحت اسم ذا إليفانت مان، والمقتبسه من كتاب الرجل الفيل وذكريات اخرى للجراح المشهور فريدريك تريفيس. جزء كبير من التاريخ انتهى بقصص مأساويه بسبب الجهل وعدم الادراك بالاسطوره، والاساطير كتير، ومنها برضو اللي بدأ بحاله طبيه لحد ما بقى واحده من اشهر القصص عبر التاريخ. بس دي قصتها.